الفول اليمني من أطعم وأسهل وصفات الفول اللي ممكن تجربوها. بصي بقى يا ست الكل، هاتي طاسة وحطي فيها معلقتين كبار من أي زيت نباتي وعليهم بصلة متوسطة متقطعة مكعبات، وأول ما تدبل هننزل بطماطمية متقطعة مكعبات ومعلقتين كبار صلصة، ولو مفيش صلصة تفتكري هنعطل ولا يهمنا، كوباية عصير طماطم تأدي الغرض، ونقلب. وأول طماطم ما تدبل ننزل بالتوابل، نص معلقة فلفل أسود، نص معلقة كمون، نص معلقة كمون تاني، الفول بيحب الكمون، ومكعب مرقة هيفرق في الطعم وبديل للملح. ويلا بقى قلبي المكونات كلها مع بعض وانزلي بنص كوباية مية وبس كده يا ستي. غطي عليها بقى وسيبيها تاخد وتدي مع نفسها لحد ما تتسبك وتوصل للسوا كده. ودلوقتي بقى ننزل بعلبتين الفول وبالهاند بلندر اديها ضربتين بكتير، انا مش عايزاها تكون مهروسة قوي. مفيش هاند بلندر مفيش مشكلة خالص، الشوكة مش هتقول لا. وعلى نار متوسطة هنسيبها تغلي غلوتين. وبصي اللقطة دي، هنعمل تجويف في النص ونحط فيه فحمة تكون متسخنة كويس ونرش عليها نقطتين زيت ونغطي عليها، هتديها طعم مدخن خطير. نرفع الغطا ونقلب تقلبتين عشان الفول كله ياخد من طعم الفحمة. ودلوقتي حان وقت التقديم والتزيين والحركات. هنصب الفول في طبق التقديم ونضيف على الوش شوية اضافات. خدي عندك يا ستي سلطة الطحينة، والطريقة هسيبها لكم في صندوق الوصف. معلقة كبيرة من دبس الرمان وده اللي هيميز طعمه عن الفول المصري بتاعنا. شوية بصل متقطع مكعبات وبقدونس مفروم، ولو عندك رمان وحمص مسلوق حطي شوية برضو بيعلي من القيمة الغذائية. وعلى الوش بقى نحط زيت زيتون كتير كتير، ما احنا كده المصريين بنحب الفول غرقان في الزيت. وبس كده، دي كانت وصفة النهاردة. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تضغطوا لايك وشير، ولو مش مشتركين اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعارات بكل الوصفات اول باول. كنت معاكم رندا واشوفكم في فيديو جديد لوصفة جديدة.